دلوقتي احنا بارت 2 من ازاي لو عندنا سيلوبات نلبسها، بس هنلبسها المره دي خروج. عملنا فيديوهات قبل كده عن ان احنا هنلبسها سواريهات، بس المره دي هنلبسها خروج. عملناها سواريه ينفع ان احنا نروح عيد بلاد، ينفع ان احنا يبقى عندنا ديت، او ينفع فرح مثلا، بس فرح مش حد كلوز قوي مننا، لا هو فرح حد بعيد شويه عننا، مناسبه بسيطه، مناسبه عاديه ينفع ان احنا نروحها. اما دلوقتي السيلوبات هنلبسها على لبس الخروج كلبس يومي مثلا واحنا نازلين. فيلا بينا نشوف اول لوك معانا، وهو الشميز اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها في كل الصيف او طول الصيف، وهي الشميز بيضة. شميز بيضة واسعة طويلة مش شفافة، فدي اهم حاجه عندنا. وان احنا نلاقي اصلا شميز زي دي فبالعافيه، يعني بالعافيه قوي عقبال ما لقيت شميز زي دي. الشميز دي عندي من الصيف اللي فات، بس حقيقي هي هتفضل معايا كل صيف، يعني لو قدرت تعيش معايا كل صيف، لو لقيت زيها كمان يبقى يا ريت. اول حاجه خدت الشميز البيضه دي على السليبات زي ما انتم شايفين. من اكتر حقيقي الحاجات المريحه هي السليبات دي، مش متعبه خالص في لبسها او في ان انا اخلعها او في ان انا اعمل لها كذا ستايل عليها. لبست الشميز دي، والشميز دي فيها درجات كده، المنت والبينك والاصفر، فمتاح ان احنا نلبس طرحه ساده مثلا فيها الالوان دي، او طرحه مشجره فيها يعني معظم الدرجات. حسيت ان الطرحه دي هتبقى حلوه قوي عليها، فلبستها. قبل كده كنت لابسه عليها طرحه منت، ودلوقتي لبست كوتشي ابيض، يعني ده اللي بيبقى معايا في كل الخروجات او كل النزولات، لازم كوتشي ابيض. والكوتشي لقيت كمان فيه اخضر، فهلبس معاه الشنطه المنت دي. فلبست معاها الشنطه المنت دي، ما ممكن البس طرحه منت مع الشنطه المنت مع الشوز لو في اخضر عادي، يعني دخلوا الوان في بعض بحيث ان يعني تحسوا ان انتم مرتاحين، وتحسوا ان اللوك جديد ومختلف. يعني ممكن كل مره مثلا نغير شكل الطرحه، نغير الشنطه، نغير الشوز، بس انا عن نفسي مش بغير الكوتشي الابيض خالص. فالكوتشي الابيض مع الشنطه مع الطرحه دي متاح ان انتوا تغيروا فيه براحتكم. اما البلوزه فممكن نغير فيها براحتنا جدا، يعني الاسود بيليق عليه يعتبر كل الدرجات، مع بقى بنغير طرح براحتنا مع الشوز مع الشنطه. هتلاقوا الستريبات بيليق عليها حاجات كتير جدا، بلوزات كتير جدا، طرح، شنط، شوز، كل ده هتلاقوه لايق معاها. فده كان اول لوك معانا من ازاي نلبس الستريبات ككاجوال بشكل مريح وواسع كده وجميل. فده كان اول لوك معانا. ده بقى تاني لوك معانا من فيديوهات لو عندي سليبات ازاي البسها بكذا طريقه. اما دلوقتي فانا هلبسها على اكتر حاجه موجوده في دولابنا زي الشميز السوداء، وهو الجاكيت الجينز. الجاكيت الجينز من اكتر الحاجات اللي بتبقى حلوه قوي قوي على الاسود، زي ما انتم شايفين تحفه بجد، عاجبني قوي. كمان قررت ان انا اكسر الالوان شويه عشان خاطر الجينز مع الاسود غامق، يعني كمان درجه الجاكيت عندي غامقه شويه عن الكاميرا، مش عارفه ليه، ممكن عشان الاضاءه كتير. هو في الحقيقه غامق شويه عن درجه الكاميرا. فقررت ان انا البس عليه طرحه مشجره زي ما انتم شايفين كده. ما حبيتش قوي ان انا البس عليه طرحه ساده عشان خاطر حاسه ان اللوك من بعيد قوي كله ساده، فمش هيبقى كله ساده في ساده. حبيت ان انا البس الطرحه دي درجاتها حلوه وخطيره قوي، يعني فيها معظم الدرجات، فيها كحلي شويه على جملي على بيج، فلاقي معاه كل حاجه. دي بقى الشنطه السوداء عليه، حسيت ان انا مش محتاجه اخد درجات شنط، يعني حسيت ان السوداء اشيك واحلى كتير. ممكن ان انا ادخل معاها شنطه جملي من درجه الطرحه، بس صراحه حبيت السوداء اكتر. زي ما انتم شايفين كده برضو براحتكم نقدر نلعب في الالوان كتير. ده كان تاني لوك معانا في ان انا لو عندي سلوبات اقدر البسها بكذا طريقه تبقى مريحه. لوك من البس ايه لو عندي سلوبات، اقدر البس عليها ايه كذا لوك كاجوال، ينفع خروج عادي او ينفع شغل او ينفع ينفع ايه، بنروح ايه تاني، بنروح الجامعه غير الشغل. بينا نرجع ورا عشان نشوف. المره دي انا لبست عليها كارديجان طويل، يعتبر يعني اقصر من السليبات شويه، بس حسيت ان هو حلو قوي ومدي شياكه كده ووقار، وخاصه ينفع مع الناس اللي بتبقى طويله وكمان الناس القصيره، لانها قصيره قوي، وحاسه ان اللوك نفسه في المرايه يعني مطولني. فحقيقي انا حابه اللوك ده قوي، و حاساه مطولني وحاساه مديني هيبه كده ووقار.
ده لوك اي كارديجان عندك، ممكن يبقى مشجر او ساده. لبست المره دي الكارديجان المشجر بحيث ان انا البس عليه طرحه ساده، يعني مش هنلبس طبعا مشجر على مشجر. لبست الطرحه الاوف وايت دي وحقيقي خطيره جدا، ولما لبست كمان عليه الطرحه المنت القريبه من درجته فكان حلو قوي. بس حبيت النهارده ان انا البس عليه الطرحه البيضه. اما بقى طبعا لو الكارديجان ساده فاقدر البسه عادي على الاسود، خاصه كمان لو لون فريحي اكتر مع الاسود زي فوشيا، اصفر، اخضر، هيبقى حلوين قوي معاه. وكمان اقدر بقى اخلي الطرحه مشجره زي ما انا عايزه. فده لوك النهارده، ده تالت حاجه اقدر البسها على السريبات. وهاخد معاكم الشنطه السوداء دي. ممكن كمان ناخد شنطه بيضه، او لو في شنطه لون الكارديجان، بس يعني حابه السوداء اكتر او البيضه، بحيث ان انا انوع الكوتشي زي الطرحه. وطبعا هلبس الشنطه زي السليبات. اما الكارديجان بقى يكون لونه كده فريد لوحده، مش هحب طبعا شنطه تكون قريبه منه قوي. بس زي ما انتم شايفين كده ده اللوك بتاع النهارده. ده ينفع اكتر مثلا للناس اللي بتحب تلبس حاجات طويله وحاجات واسعه على بعض. انا نفسي حبيت اللوك ده قوي. بس كده ده كان فيديو النهارده ازاي نخلي السريبات نلبسها بكذا شكل او بكذا طريقه. ده كان الثالث لوك معانا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات. واشوفكم على خير وسلام.